انا النهارده جايبه لكم طريقتي في تخزين ورق العنب. هنخزنه مع بعض بطريقتين، الطريقتين احلى من بعض وهتعمليهم وممكن يقعد معاكي سنه سنتين. قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناه والشير عشان يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها فضلا وليس امرا. احسن وقت تخزني فيه ورق العنب اللي هو نص الموسم بتاعه، يعني ولا في اول الموسم ولا في اخر الموسم. اول الموسم بيبقى غالي جدا، طبعا الكيلو بيوصل ل100 جنيه، واخر الموسم بيكون الورق نشف على الشجره ما تعرفيش تحشيه وما بيبقاش فيه المزازه اللي هي الطبيعيه اللي بتاعت ورق العنب. شايفين انا جايبه دوت من نص الموسم بالظبط. فضيته كده. انا بجيب 2 كيلو في 2 كيلو، يعني ما بجيبش الكميه على بعضها، انت ممكن تجيبي الكميه على بعضها. ودي اول طريقه معايا. بجيب ورق الاسترتش زي كده وبتفرديها. نقوم رصين ورق العنب ورقه ورقه، تحطي الورقه وتفرديها. اولا ما تجيبيش عليه نقطه ميه، ويستحسن اللي انت تمسحيه معاكي حته نظيفه او فوطه نظيفه، تمسحي ورقه ورقه اذا كان عليها ترابه او قطرات الندى، وترصوا زي ما انتوا شايفين كده فوق بعض الكميه اللي انت محتاجاها او الكميه اللي انت هتعمليها. بترصيه برضو تاخدي بالك لو في ورقة وحشة متقطعة ناشفة من الأطراف متخرمة من جوه، دي بتركنيها على جنب ما بتستعملهاش. ويستحسن برضو وانت بترصي ورق العنب بتاعك اللفة بتاعتك تخلي الورق كله، تنقي كل الورق اللي هو مقاس واحد، بيطلع كله شكل واحد في الحلة وانت بتلفيه وبترصيه كمان. ولو صدفت معاكي ورقة كبيرة زي كده تقسميها نصين وترصيها فوق الكمية اللي انت عاملاها. وانا كده خلصت الكمية اللي انا عايزاها. شايفين الورق كله مقاس بعض ازاي، واقوم لفاها بالاسترتش لور زي كده. انا عارفة والله ان انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تخزنوا ورق العنب، بس انا بتكلم على المبتدئين اللي لسه عرايس جداد. بشرح لهم بطريقة سهلة وبسيطة اللي انا مجرباها بنفسي بقالي سنين. وانا لفيته كده لور زي ما انتوا شايفين. هبتدي اغلفه من الجناب وكله وما ادخلش فيه هوا خالص ولا اسيبه مفتوح عشان ما ينشفش مني في الفريزر. شايفين اللفة بقت ازاي؟ لازم اللفة تبقى محكمة زي كده. تاني طريقة معايا بقى، بتجيبي طبق وبرضو بترصي الورق فوق بعضه زي كده. الطريقتين احلى من بعض وانا بعملهم هما الاتنين مع بعض. الطريقة الاولى دي ممكن يقعد معاكي في الفريزر او الديب فريزر من السنة للسنة سنتين، لكن الطريقة ديت انا بسحبها اول باول، يعني بعملها الاول. شايفين انا ورق العنب برصه ازاي كله مقاس واحد. طبعا في الطريقتين انا ولا بحط عليه ليمون ولا بحط عليه ملح ولا سكر ولا اي حاجة خالص ولا خل. انا الكمية اللي عملتها خدتها وشطفتها كويس تحت الحنفية، وهقول لكم هعمل فيها ايه. ادي كده بعد ما شطفتها كويس معايا طبق مية مغلية، هتقومي حطاه على ورق العنب اللي انت عاملاه. المية دي مغلية. شايفين هو اول ما بتحطيها بيبتدي يغير لونه معاكي على طول. ودي احلى طريقة تانية انا جربتها. وتسيبيه في المية المغلية ديت مش اقل من 10 دقايق. انا كده سبته 10 دقايق بالظبط. شوفوا بقى ازاي لونه اتغير كله ازاي. تقومي قلباه من الناحية التانية. شفتي لونه؟ تقومي قلباه كده من الناحية التانية بس كده، ولا هيكسر معاكي في الفريزر ولا اي حاجة خالص. هتطلعيه كأنه لسه طازة ولسه فريش. هتقومي رصاه في المصفى زي كده يصفي ميته شوية،
وتقومي مخلصة الكمية اللي انت جايباها بنفس الطريقة. ودي احسن طريقة بصراحة، انا جربتها، احسن طرق جربتها لتفريز ورق العنب، من غير بقى ما تحطي في ازازة ولا تزودي ملح ليمون ولا تنقعيه في خل ولا اي حاجة خالص. انا بعمله على طول بالشكل دوت، وبيقعد معايا والله العظيم من السنة للسنة من غير ما يتغير لونه. النص سلقة دوت انا بحطه فرداه في كيس زي ما هو كده، بتطلعيه يا دوبك يفك معاكي من الفريزر وتشطفيه شطفة صغيرة وتحشيه عادي. والاخضر دوت انت بتطلعيه بتحطيه في ميه مغليه وبتطلعيه على الميه الساقعه وبتاخدي احلى